ملف من الملفات المهمة جدا اللي المفروض هنتكلم عليها، وإن تحتاج حلقات طبعا كتير جدا عشان نتكلم فيها، وهي خروج الآثار المصرية من البلاد والاتجار فيها وعدم المشروعية، بالإضافة للمتاحف الكتيرة جدا المنتشرة في العالم، اللي بعضها اسمه متحف الآثار المصرية، وبعضها عنده مجموعة من الآثار المصرية اللي من غيرها هيبقى صعب جدا أي زائر هيروح يزور هذا المتحف. يعني عايز أقول إن وسيلة الجذب الوحيدة في هذا المتحف هو مجموعة الآثار المصرية اللي تعتبر فريدة من نوعها. مع الأسف فترة الاحتلال كانت فترة بالنسبة لنا يعني اسم على مسمى، يعني احتلال، يعني مش قادرين نسيطر على البلاد، على مخارج البلاد، على المنافذ سواء البرية أو البحرية أو الجوية وخلافه. معنى كده خرجت أو عدد كبير جدا من الآثار. بنقول عزانا إن الآثار دي تعتبر سفراء لمصر. أي حد هيزور هذه المتاحف أكيد هيجي يزور مصر، لكن يبقى أفضل وأفضل لو الآثار دي معروضة عندنا في مصر. قريبا هنفتتح المتحف المصري الكبير، ويهمنا أهم الآثار الموجودة في العالم اللي تعتبر فريدة من نوعها تبقى موجودة عندنا. ليه لأ؟ من حقنا. في قانون بيقول الحاجات اللي سلبت فيما يسمى بغنائم الحروب لابد إنها تسترجع لبلادها مرة أخرى. لو جينا نتكلم على مصر، كانت يمكن سباقة بالنسبة للدول بشكل عام في العالم كله إنها تسن قوانين تشريعات عشان تحد من خروج الآثار الموجودة. يعني يمكن أول تشريعات اتعملت كانت في عصر محمد علي، كانت سنة 1835، والحقيقة كان فيها يمكن 7 بنود مهمة جدا، وكانت بتحرم خروج الآثار من مصر أو تمنع خروجها. وفي نفس الوقت كل الآثار الموجودة على الأرض هي ملك للدولة. كانت مادة موجودة في هذه التشريعات، ملك للدولة يعني غير مسموح للاتجار فيها. لكن طبعا ملف السياسة في حتة، وملف الآثار وخروجها في حتة تانية، وكان لابد يبقى فيه توازنات بالنسبة للدول. بمعنى أن مصر حتى فترة الاحتلال في ضغط عليها، كان لابد أنها تفوت إلى حد ما موضوع ان يبقى اللي يمنع ان بعض القطع الاثريه تخرج للخارج. طبعا في فتره ما كناش كمصريين على درايه باهميه هذه الاثار اللي موجوده معانا، لكن امر مهم جدا، واحب يمكن من قناه النيل الثقافيه ان انا انوه عليه وعرف كل المصريين سواء المتخصصين او غير المتخصصين. بالمناسبه ما كانش عندنا حاجه اسمها قانون تقسيم، يعني نحطها كده حلقة في ودنا، ما فيش حاجة اسمها قانون تقسيم كان موجود. بيتم تقسيم الآثار على أساسه وتحت أي بند من البنود. ويمكن في كتاب لأستاذ حسن نوري كان بيتكلم من خلال الوثائق المصرية الموجودة. بالمناسبة الآثار كانت بتخص يعني تعتبر قطاع المدارس. كان في الوقت ده ما كانش فيه وزارة للآثار، وبعدين واحدة واحدة بدأت تظهر حكاية اللي هي إيه مصلحة الآثار المصرية. ومع الأسف حتى كان قائم على حماية هذه الآثار في مصر والمتحف المصري ومتحف بولاق هنا كانوا أجانب، يعني من ضمن حتى ماسبرو اللي اتسمى على اسمه هذا المبنى اللي احنا بنسجل منه، هو كان مسؤول عن يعني يعتبر مدير عموم الأنتيكا، مدير عموم الأنتيكخانة، أو مدير عموم وزارة الآثار بالمعنى الحديث دلوقتي. وطبعا أكيد هيبقى في محاباة، مع العلم إن هو شغال لصالح مصر، لكن أكيد في محاباة. عقد واحد بس تم العثور عليه، وكانت محدد المدة، كان محدد ب6 شهور. يعني بنتكلم سنة 1881 تقريبا، كان في بداية أو 12 ديسمبر بالتحديد، للعمل والانتهاء من هذه البعثة الأجنبية اللي هتعمل في مصر
مدة ستة شهور مع 30 يونيو تقريبا كان بالتحديد في سنة 1882. دي الفترة اللي المفروض اللي لقينا نص بيقول أو لقينا عقد مكتوب بين واحد اسمه وورد، وده كان راجل تقريبا بالتحديد الجنسية كان سويسري، لكن كان بيعمل أو كانت سويسرا في الفترة دي التعامل مع مصر كان من خلال قنصلية بلجيكا أو قنصلية ألمانيا، وبالتالي حتى الوقع على العقد كان القنصل الألماني في ذلك الوقت. بيقول هنقسم الآثار المكتشفة بالاتفاق، إذا تم الاتفاق على هذا الأمر بهذه الطريقة في التقسيم أوكي كان بها، إن لم يكن يبقى هنحاول نعمل يعني نقسم القطعة الأثرية قسمين، وبعدين لابد أن مصر الأول تختار القسم بتاعها، يعني نسيب الفرصة لمصر هي اللي تختار. يتم إحضار القطعة الأثرية في المتحف المصري كلها ويتم تقسيمها بهذه الكيفية. وبعدين في القانون قالوا أن من حق مصر أنها تختار من القطع نصيب المكتشف الأجنبي ما تشاء أو ما تريد من القطع، ويتم شرائها وتقدير المبلغ المالي لهذه القطعة الأثرية، أو أكثر من قطعة إذا حبت مصر أنها تحتفظ بهذه القطع. يعني معنى كده كمان كتب أو النص اللي موجود حسب المواد الموجودة عندنا بيقول أن لابد بعد الحصول على هذه القطع تحصل على ترخيص بخروج هذه القطع للخارج. يعني احنا بدأنا نحط عراقيل تانية على أساس برضو يمكن ما يبقاش فيه ترخيص أو تصريح بخروج هذه القطع. معنى كده ان احنا مش بالسهولة بمكان ساعة التقسيم يلا شيل المجموعة بتاعتك واطلع على بلدك ما عندكش أي مشكلة. ازاي بعثة تاخد موقع من أليوب لغاية لما نوصل لحلوان أطراف القاهرة والجيزة، كل المساحة دي في هذه الفترة أكيد طبعا زمان كانوا بيشتغلوا بعدد كبير جدا من العمال، يمكن يصل العدد لأكثر من 500 عامل عشان يقدر يطلع الآثار. الفكرة كانت خروج الآثار مش مجرد شغف وولع بهذه الآثار وخلاص، لا ده كان كمان في جانب مادي، في ثراء وتربح من وراء هذه الآثار وخروجها لأوروبا، تتعمل مزادات سواء في لندن أو في إيطاليا أو في أماكن أو في دول مختلفة، وبالتالي يتم بيع هذه القطع الأثرية والتربح الكثير من الأموال من جراء ذلك. أذكر على سبيل المثال كان في تمثال ذهبي ارتفاعه حوالي تقريبا 10 سنتي من الذهب الخالص للإله آمون رع، اشتراه هوارد كارتر. ده هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، اشتراه وأهداه للورد كارنرفون اللي كان بيمول حفايره أو قبل ما يمول حفايره في منطقة وادي الملوك اللي على أثرها تم الكشف على مقبرة توت عنخ آمون. اشتراه هوارد كارتر هذا التمثال بجنيه مصري، ب1 جنيه. اتعمل عليه مزاد سنة 83 تقريبا ب85 مليون دولار في متحف المتروبوليتان في نيويورك. ده مثل من الأمثلة، نقيس على كده ملايين القطع الأثرية اللي موجودة في الخارج. طيب لما لقينا مصر شايفة ان لا مجموعة التشريعات البسيطة المحطوطة دي غير كافية، وفي نفس الوقت يمكن لو جينا ناخد بالنا من نشاط حركة خروج القطع الأثرية من مصر نلاقي في منتصف القرن ال19 بدأنا نحط تشريعات، وبدأنا يمكن كان الاهتمام شوية مش عالي قوي، لكن في النصف الثاني من القرن ال19 لقينا لا ده فيه شغف كبير جدا، في أغنياء كتير محتاجين يقتنوا الآثار المصرية الفريدة من نوعها اللي مش موجود منها في العالم. فبالتالي نشطت الحركة دي، وكان لابد من ان احنا نحجم الشغف اللي جاي من الخارج للاستيلاء على آثارنا اللي موجودة في بلادنا، ولابد ان احنا نحافظ عليها. فبدأ يطلع قانون سنة 1898، ويمكن القانون ده كان يعتبر أول قانون للآثار المصرية. قبل كده زي ما قلنا
أيام محمد علي كانت مجرد تشريعات وليس قانون. القانون بتاع سنة 1898 كان قانون برضه حط بنود مهمة جدا، حدد الآثار وتعريف معنى الآثار، وفي نفس الوقت المباني الثابتة والقطع المنقولة وخلافه، وفي نفس الوقت حجم مين اللي ممكن يشتغل ومين يأخذ رخصة عشان يقدر يحفر في مصر، وفي نفس الوقت يعني القطع الأثرية يتم تبادلها ازاي. واحدة واحدة لما لقينا مزادات بيتم الإعلان عنها بيدخلوا الأغنياء بيشتروا. بدأت يمكن صيت الآثار المصرية في العالم يشاع ويظهر، واهتمام وشغف كبير جدا من الأجانب بالنسبة لخروج القطع الأثرية واقتناء القطع الأثرية وبعد كده الاتجار فيها. بالمناسبة لو تم الاختلاف فيما يخص العقد اللي اتكتب لمسيو وورد، قالوا ان في حالة ان انت يعني هتحصل على القطعة الأثرية دي وانت مش عايز تهديها ليا، مش عايز تديها لي، انا هدي لك المقابل، بس انت رافض ان انت يعني تاخد المقابل وحاسس او عايز ان انت مبالغ اكبر واكبر. وبالتالي القانون كان فيه مادة صريحة بتقول انا هعوضك نظير القطعة دي ما دفعته نظير الحفر. يعني انت لو صرفت 50 جنيه اثناء الحفر هتاخد على اقصى تقدير السقف الاعلى بالنسبة لك هو مصاريف اللي انت صرفتها في الحفر، فيما عدا ذلك غير مسموح، واحنا مش هنشتري حضارتنا مرة اخرى. ارجع للقوانين زي ما قلت لكم مرة اخرى. بعد قانون 1898 نروح لقانون مهم جدا، كان قانون 14 لسنة 1912. 1912 وبالتحديد في شهر ديسمبر تم العثور على مجموعة تل العمارنة وبما فيهم رأس نفرتيتي الشهيرة الموجودة في متحف برلين. نفرتيتي خرجت بشكل مشروع أو بشكل غير مشروع، طبعا دي كانت جدلية كبيرة جدا، ويمكن بدأنا نفتح الملف ده سنة 2009 لما فكرنا في وزارة الآثار إن احنا محتاجين نستعير 5 قطع مهمة جدا موجودة تعتبر ماستر بيسز موجودة في العالم في دول كتير في متاحف مختلفة، حابين ان احنا نستلفهم مدة 3 شهور اثناء افتتاح المتحف المصري الكبير. لكن مع الأسف لما لقينا رفض مقنع سياسي بشكل يعني دبلوماسي نقول، مش رفض مباشر، وكان منهم الطلب على رأس نفرتيتي انها تيجي يعني انها تزور مصر لفترة معينة اثناء الافتتاح، وفي نفس الوقت كان تمثال حمقون مهندس الهرم الاكبر الموجود في متحف هيلدسهايم، وكان عندنا كمان تمثال عنخ حائف مهندس الهرم الثاني الموجود في بoston، وكان لوحة الأبراج الموجودة في متحف اللوفر، وطبعا كان حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني. طبعا لقينا الردود، يمكن الرد الوحيد اللي جه إيجابي كان رد متحف هيلدسهايم فيما يخص تمثال حمقون، ولأنهم ما خدوه بطريقة مشروعة، وكنا هنكتب عقد ما بيننا إن احنا هنرجع طبعا هذه القطع الأثرية في خلال ال3 شهور بعد افتتاح المتحف. لكن لما نلاقي ردود تانية من المتاحف الأخرى، ردود أصلا لا توحي بأن يبقى في كوبريشن في المستقبل مع هذه المتاحف، ورفض مقنع مع العلم ان القطع الأثرية دي غادرت مصر بطريقة غير مشروعة، وهم بيعتقدوا خلاص أصبح أمر واقع، وبالتالي هذا أمر غير صحيح. قانون السرقة نقدر نطبقه وما لا يسقط بالتقادم، فمن حقنا نطالب حتى غنائم الحرب زي ما أنا ذكرت، من حقنا ان احنا نرجعها. زي ما قلت قانون 14 لسنة 1912 كان قانون مهم جدا، وأهم مادة فيه كانت بتقول عدم خروج القطع الفريدة من نوعها، وبالتالي ينطبق هذا الأمر على رأس نفرتيتي الشهيرة اللي موجودة في متحف برلين. لكن لما الاقي اللي بيقسم القطع في تل العمارنة مكان الاكتشاف من الجانب المصري أو من جانب المتحف المصري، كان واحد اسمه جوستاف لوفيفر. جوستاف لوفيفر راجل فرنساوي بيشتغل بيعمل لصالح المتحف المصري، والمكتشف كان بورخارد راجل سويسري
بيعمل لصالح متحف برلين، وبالتالي مصر تعتبر غايبة مش موجودة. حتى لو في مسؤول قائم بعملية التقسيم يمثل المتحف المصري أو يمثل مصر، أكيد هيبقى فيه محاباة للجانب الآخر مش لمصر، مع العلم إن هو هذا الجوستاف لوفيفر بياخد مرتبه من عندنا من مصر مش من الخارج. وبالتالي كمان نقطة مهمة جدا، هي جوستاف لوفيفر كان راجل بتاع لغة مصرية قديمة، يعني مش بتاع فن، وبالتالي مش هيقدر يقدر تمثال جميل جدا فني فيه ملامح فنية يعني استحالة ان احنا نلاقيها، عصر اخناتون، نفرتيتي كملكة. يعني حاجة طبعا فنيا حاجة عالية جدا، العالم كله بيروح يقف كده، وأي حد زائر ممنوع التصوير هناك، يعني معنى كده أن القطعة فعلا فريدة من نوعها. عايز أقول أن وصفها في البروتوكول بتاع التقسيم كان بيقول في نص سطر بالفرنساوي: رأس لأميرة من البيت المالك. مع العلم أن بعد سنة بورخارد المكتشف كتب مقالة وقال دي نفرتيتي، الملكة نفرتيتي زوجة إخناتون. وطبقا لهذا الكلام وطبقا لهذا المقال اللي مكتوب، إن المفروض ما كانتش تخرج من مصر. دي نقطة. النقطة الثانية، يعني بورخارد قال أنا كنت كالثعلب، قالها بالألمانية: أنا كنت بس كالثعلب كي أحتفظ بنفرتيتي لمتحف برلين. معنى كده إن كان مبيت النية إزاي ان هو يقدر يحاول قدر الامكان ان نفرتيتي دي ما تقعدش في مصر، لا ده لازم تروح لمتحف برلين. طبعا هم قعدوا 10 سنين ما عرضوهاش في متحف برلين عشان المصريين ينسوا، وما يعني ما حدش يسأل امتى خرجت دي وخرجت ازاي. ولما تم عرضها بعد 10 سنين، لا برضو المصريين صاحيين وواعيين للآثار بتاعتهم، وقالوا طيب دي خرجت ازاي. وكانت في مطالبة في الوقت ده بإرجاع نفرتيتي لمصر مرة أخرى، ولكن يعني يمكن الحكومة الألمانية في ذلك الوقت وافقت على هذا الطلب المصري اللي كان مقدم بطريقة شرعية. وفي نفس الوقت طبعا مدير المتحف كان برضو نقول بالبلدي كان لئيم شوية. قال لرأس الحكومة في ذلك: قال انت شفت التمثال عشان توافق ان انت ترجعه مصر؟ قال له لا. قال له طب بص عليه. لما بص عليه وشافه وأعجب بيه ما رضيش يرجعه ورجع في كلامه مرة أخرى. وبعد كده سنة 24 كان في محاولة لتبادل نفرتيتي مع تمثال راحوتب ونفرت الموجودين في المتحف المصري دلوقتي، والحمد لله برضو الموضوع ما تمش، لأن التمثالين دول من أجمل وأندر التماثيل من عصر الدولة القديمة، وخصوصا عصر الأسرة الرابعة، لأن عصر الأسرة الرابعة ما فيش تماثيل كتير قوي من الفترة دي. وكويس إن الصفقة ما تمتش، احنا المفروض كنا نرجعها مش ان احنا نبادل بيها، لان هي خرجت بطريقه غير مشروعه. نبادل بيها ليه؟ وخصوصا يعني احنا يعني من خلال دراسه الملف نفسه تبين ان لا، المانيا حصلت على هذه القطعه بطريقه غير مشروعه. ده كان ملف من ملفات الخمسه للقطعه الاثريه اللي كان المفروض ان احنا نجيبهم على الاقل لفتره ما أثناء افتتاح المتحف المصري الكبير. ده كان عن قانون 14 لسنة 1912. طيب بعد كده يفضل الأمر أو العمل بهذا القانون فترة طويلة جدا، إلى أن تم تعديل القانون أو هذا القانون سنة 1951. صدر قانون آخر، لأن طبقا للقوانين كان في عقوبة لمن يقوم بتهريب الآثار. أكيد العقوبة دي من سنة 12 لغاية سنة 51، يعني لما أخد لي شهر سجن يعني مش مشكلة، هبقى غني بعد كده، فهتبقى العملية بالنسبة لي ما هياش معضلة. لما ادفع لي مثلا 5 جنيه ولا 10 جنيه غرامة في ذلك الوقت برضو ما هوش مبلغ كبير. ومن هنا طبعا كان لابد من تغيير بعض القوانين، وفي نفس الوقت يعني عدم السماح بخروج هذه القطع الأثرية أو تهريب القطع الأثرية من مصر. فصدر القانون اللي هو قانون 1951 عشان نضيق الخناق على قد ما نقدر للمهربين أو على المهربين، إن الآثار بتاعتنا ما تخرجش، وفي نفس الوقت نحافظ عليها ونحتفظ بيها في مصر. عايز أقول يمكن القانون ده بس كان فيه مشكلة، وهي إحنا بنتكلم عن فترة احتلال، وفترة طبعا فيها ضغط على الحكومة المصرية في ملفات كتير جدا. من ضمن القوانين اللي يعني أو المواد اللي داخل هذا القانون اللي تم الموافقة عليها، يقول إن المكتشف
بيقول المهرب المصري اللي هو المواطن المصري لو هرب آثار ياخد شهر سجن ويدفع 100 جنيه مصري، ولكن المهرب الأجنبي ياخد أسبوع سجن ويدفع 1 جنيه مصري. يعني حتى في مادة يعني حاجة فيها إجحاف للمصريين وإزاي يتم هذا الأمر. يعني نفس المادة بتقول إن المصري ياخد شهر ويدفع غرامة 100 جنيه، والأجنبي ياخد أسبوع ويدفع غرامة 1 جنيه، وبعدين تطبق عليه يعني حاجة واحدة أيهما أخف بالنسبة له. وتم يعني كتابة هذا الأمر. ده ما معناه إن ما كانش عندنا الحرية إن احنا نحط التشريعات أو نحط المواد داخل قوانين، حتى قوانين الآثار، إن احنا نحافظ على الآثار بتاعتنا. وده كان نتيجة ضغط القناصل الأجانب الموجودين. ففكرة التقسيم ما كانتش فكرة، طبعا ما كانتش حاجة أساسية موجودة، وتكاد تكون أكذوبة في الحقيقة إن احنا نتكلم على حاجة زي كده. ومش عايز أقول حتى بالنسبة للأجيال اللي جاية بعد كده مفيش حاجة اسمها قانون تقسيم. ينتهي الأمر بعد صدور قانون سنة 1951، ويفضل العمل بهذا القانون لغاية ما صدر قانون مهم جدا، وأنا بعتبره إعجاز في حد ذاته، إن احنا إزاي نقفل على الأجانب وإزاي نمنع خروج القطع الأثرية بتاعتنا. حتى لو هنقول تو ليت، يعني الأمر جه متأخر، بس كويس إن هو جه أحسن من ما فيش زي ما بنقول. يعني قانون 117 لسنة 1983 ده حرم بتاتا خروج القطع الأثرية إلا من 10% في صورة إهداء بعد موافقة الوزير المختص، وهو كان وزير الثقافة في ذلك الوقت. والحمد لله ما فيش أي موافقة من وزير الثقافة في ذلك الوقت بخروج أي قطع أثرية أثناء العمل للبعثات الأجنبية في مصر. كل الحق ليهم في نشر هذه القطع الأثرية، في عمل مقالات، في عمل كتب، في ان احنا نتكلم او ان هم يتكلموا عن هذه الآثار، لكن غير مسموح ليهم خروج القطع الأثرية المصرية من بلادها الأصلية والاحتفاظ بها داخل مصر. طبعا الفترة دي كانت، أو هذا القانون كان بيعتبر تهريب الآثار جنحة. طب ازاي جنحة؟ يعني أقصاها الجنحة 6 شهور، والغرامة مش هتبقى كبيرة قوي، وخصوصا بعد الكساد اللي حصل طبعا، وقيمة طبعا العملة اختلفت أكيد في العصر دلوقتي بقى الأمر مختلف. فبدأنا نفكر في سنة 2010 إن احنا نطلع قانون أو نحاول نعدل القوانين أو نعدل بعض المواد اللي جت في 117 لسنة 83 اللي بيها إن احنا نحد من خروج الآثار والعمل الخلسة أو الحفر الخلسة في المناطق المختلفة. ويمكن شاهدنا وعرفنا كتير جدا تحت البيوت ناس حفرت، وخصوصا في المناطق القريبة من المناطق الأثرية زي منطقة الجيزة، منطقة سقارة، ومناطق أخرى حتى في الأقصر وخلافه، إن في ناس كتير تحت بيوتها. والحمد لله حتى البيوت اللي في منطقة القرنة اللي كانت مبنية على الآثار تم طبعا خروج هذه أو هؤلاء الناس من بيوتهم وتعويضهم طبعا ببيوت أخرى، وتم العمل الأثري بشكل علمي أسفل هذه البيوت. لكن مع الأسف في تدمير حصل نتيجة الصرف الصحي، نتيجة المياه اللي كانت بتسيل تحت هذه البيوت على المقابر الموجودة. لكن عزانا إن احنا قدرنا كوزارة للآثار إن احنا نحافظ على الأماكن دي اللي تم التعدي عليها وبناء بيوت بطريقة غير مشروعة بدون أوراق وبدون رخص، إن احنا نخرج هؤلاء الناس من هذه الأماكن ونعمل العمل الأثري المطلوب. وبالتالي لما تم إضافة مواد أخرى على هذا القانون وتعديل بعض المواد، طبعا يعني وصلت لملايين الجنيهات الغرامة، وتم احتساب خروج الآثار وتهريبها والحفر الخلسة إن هو جناية وليس جنحة. وده معناه إن ممكن تصل مدة السجن من 15 ل 25 سنة زيها زي المخدرات وخلافه. يعني أمر مهم جدا إن الدولة المصرية من خلال تعديل القوانين الخاصة بالآثار تم الحفاظ والحد من خروج الآثار المصرية. لكن طبعا ما نقدرش ننسى ملف خروج القطع الأثرية اللي خرجت من مصر واللي هي منتشرة في العالم كله وفي المتاحف
كويس جدا ان الزائر لما يروح يشوفها اكيد هيجي يزور مصر، لكن برضو من جوانا حاسين بان احنا برضو مش مبسوطين اكيد. كان نفسنا تبقى هذه الاثار موجودة. وانا برضو من هذا المنبر ان انا عايز انوه واقول ان الملف ده ما اتقفلش، من حقنا نطالب باثارنا الموجودة في الخارج في اي وقت ان كان، سواء ان احنا موافقين على او مضينا على معاهدة اليونسكو سنة 73، أو بعض المعاهدات الخاصة بتهريب الآثار أو بالحد من خروج الآثار، إنها بتوصي من خلال هذه المواد بإرجاع هذه أو هذا الإرث الثقافي لموطنه الأصلي. لكن ما ضاع، عايز أقول المثل المعروف، ما ضاع حق وراءه مطالب زي ما بيقولوا، وإحنا لينا كل الحق إن إحنا نسترد الآثار بتاعتنا اللي موجودة في الخارج.